السلام عليكم. جبت لكم واحد الكاطو شباب بزاف، غادي بعجينه واحده ديروا 3 انواع تاع كاطو ويجيكم بنين بزاف وطري كيما راكم تشوفوا واقتصادي جدا. لو كان نقول لكم غير بحبه تاع بيض درت كامل هذا الخير الله يبارك. في ريسيبيون نديروا 125 غرام زبده طريه او ما يعادل 3 ملاعق كبار تاع ماكله، ونزيدوا عليهم 100 غرام سكر ناعم او ما يعادل 5 ملاعق. نزيدوا نحطوا معاهم 5 ملاعق كبار تاع زيت وملعقه كبيره تاع فانيليا وملعقه كبيره تاع عسل، ونخلطوا كل شيء بالخلاط الكهربائي حتى يتجانسونا ويتضاعف حجم الخليط ويولي اصفر فاتح. وهذه العمليه غادي تدينا من دقيقه لدقيقه ونص بالسرعه الاولى فقط. نروحوا نزيدوا عليهم حبه بيض ونزيدوا معاهم ثاني 2 ملاعق كبار تاع بودره الكاوكاو. انا الكاوكاو اللي طحنته باش نخدم به غربلته كي خرج لي هادو زدتهم في الخليط، ونكملوا نخلطوا حتى تدخل لنا هذيك الحبه تاع البيض باش نبداو نزيدوا في الفارينه. نزيدوها بالتدريج غير بشويه كيما غادي نوضح لكم في الفيديو. هذه العجينه غادي تدي لكم من 350 حتى 400 غرام. انا درت 18 مغرف، 18 ملعقه كبيره تاع فارينه درتها على مراحل كيما راكم تشوفوا. قعدت نزيد ونخلط حتى تولي عندنا عجينه تشبه العجينه الصابلي. قلت لكم غادي تدي لكم من 350 حتى 400 غرام تاع فارينه. وما ننساوش نزيدوا ملعقه صغيره تاع خميره كيميائيه توجور نضيفوها مع الفارينه ونغربلوها. ومي تبداو تحطوا في الفارينه خدموا الخليط تاعكم غير بسباتيل كيما راكم تشوفوا. هذه كاع العجينه غادي تدي معاكم واحد 5 دقائق ولا 6 باش توجد. حاجه خفيفه وسهله وتوجد بالخف. بينت لكم بالعاني المراحل اللي حطيت فيهم الفارينه باش تشوفوا باللي حطيناها غير بشويه باش ما تهرب بالكمش. كي توصل العجينه تاعكم لهذا القوام قلت لكم لي تشبه الصابلي ولكن طريه، سي بون نديروا لها ساشي اليمونتير ونخلوها تريح نص ساعه في الثلاجه. من بعد نخرجوها نديروها ديبول تاع 20 غرام ونستفوها في الصينيه كيما راكم تشوفوا ونطيبوها 15 دقيقه على 160 درجه. من بعد نزينوها كيما نبغوا. انا اقترحت عليكم هاد الثلاث انواع تاع التزيين ولكن كل واحد يزين كيما يعرف وكيما يبغي وباش متوفر عنده في المنزل. الشكل الاول غادي نطلو النص تاع الحبه تاعنا بالكونفيتور ونرمضوها في الكاوكاو يكون محمص ومطحون. هذه غادي من بعد ندير لها النص تاعها شوكولا. والشكل الثاني غادي نطلو الحبه تاعنا كامله بالكونفيتور من بعد نرمضوها في الكاوكاو اللي حمصناه وطحناه من قبل. كيما راكم تشوفوا غادي تعطينا شكل شباب بزاف. هذه تكمله تاع التزيين تاع الشكل الاول اللي قلت لكم غادي نغطي النص تاعها بالشوكولا. حاجه سهله ما تدي لكمش الوقت بزاف. نسيت ما قلت لكم الشوكولا من ذوبوها زيدوا عليها ملعقه تاع زيت باش تعطيكم هاد اللمعه اللي راهي بان في الفيديو. اما بالنسبه للشكل الثالث حكمت الكاوكاو والشوكولا اللي بقاو لي من التزيين خلطتهم مع بعض وغطيت بهم الحبه كامله كشغل فيري روشي. على كل حال هاد العجينه انا خرجت لي حوالي 35 حبه ثم اقتصاديه بزاف وغادي تقطع لكم شحال من حبه. سيرتو الا بغيتو تصغروهم ديروهم تاع 15 غرام ولا غادي تخرج لكم حتى ل 50 حبه. على كل حال حبه ايديال هي 20 غرام كيما راكم تشوفوا. هذه كاع خرجتها لي بحبه بيض و400 غرام تاع فارينه. ايا من بعد حطوهم في الثلاجه ولا خلوهم ينشفوا باش تقدموهم. حتى لهنا وصلنا لافين تاع هاد لا فيديو. ما تنساوش ديروا لنا جيم كومونتير وابوني وبارك الله فيكم.